اي دبليو بتعملها تاني وتالت ورابع، وبتقدم عرض مصارع محترم وجامد قوي. مفيش جديد، مفيش حاجه ما اتقالتش قبل كده على عروض الاليت، غير انها عروض قويه وممتازه. وعرض اول اوت كفه ووفه، وكان على قد التوقعات، وكان فيه مفاجآت وحاجات غير متوقعه وعودات وكل حاجه نفسك فيها في عرض مصارعه. فانا هتكلم على العرض كدردشه كده واقول لك رايي فيه وايه اللي عجبني، اللي هو معظم الحاجات يعني. وممكن نعدي على البلوزه بتاعت الدبليو دبليو اي في الاخر كده سريعا. بس يلا بينا. افتتحنا العرض بايدج او كوب وكريستيان كيج ضد الاف تي ار في دريم ماتش. انا شايف ان هو ماتش حلو من اول الدخلات، والاداء في الحلبه الماتش مش عظيم بس كويس، ومش احسن ماتش في العرض، بس كان ماتش لذيذ. واول ماتش لايدج وكريستيان في كندا بعد عودتهم، وكان فيه سبوتات حلوه زي لما ايدج عمل اليو كانت سي مي بتاعت سينا وبعدها الاي عشان يرد له التحيه بتاعته في سماك داون، والاتنين لما عملوا الشارب شوتر عشان في كندا وبريت هارت وكده، وكل واحد فيهم عمل فينش التاني. وكان في عوده لمرات ايدج بيث فينيكس اللي هجمت على ستوكلي ده مسخره، عمره ما فشل يضحكني. كان في حته اوفر بوكينج بين ايدج فك من خبطه الجرس على دماغه وبعد كده السبايك بايل درايفر، ولما فك من الشاتر ماشين. والفينش بتاع الماتش حسيته اتخطف كده، ما كانش مبني قوي، بس في النهايه هو ماتش فوق المتوسط. الاتنين في بلدهم وكان افتتاحيه عشان الجمهور يبقى متحمس وكده، وده اللي عملوه. وكده كده توني خان بيعمل الاساطير بشكل كويس، وممكن يبقى فيها حته اوفر بوكينج زي ما كان بيعمل مع ستينج كده، بس عادي يعني. الرجاله ايدج وكريستيان كلها سنه سنتين ويعتزلوا، فخليهم يهيصوا يعني ويقدموا حاجات ممتعه في السنه دي يعني. وخلي بالك يا بخه واللي بتعمله في سينا. المهم ان بعد الماتش يطلع نيك وين وامه ويشتتوا ايدج وكريستيان، فاف تي ار يهجموا عليهم، وكيب سيبيان يربط ايدج في الحبل، واف تي ار يدشملوا كريستيان وبيث فينيكس. وشكل العداوه بين ايدج وكريستيان واف تي ار ونيك وين وكيب سيبيان مكمله شويه، فحلو تمام يعني. بنينا ومهدنا للي جاي، واف تي ار استعادوا الهيت بتاعهم. ولو عايز تقييم للماتش فمثلا يروح واخد 7/10. وبعد كده عندك ايدي كينغستون وبيج بيل، ده بالنسبه لي اقل ماتش في العرض، وما كانش فيه حاجه وايدي كسب. انا كنت ضد عودته بالطريقه دي، وكنت عايزها مفاجاه، بس ايدي رجع وكسب. النهايه كانت بوتش، بس باين ان هو لسه مش جاهز، لان بيج بيل هو اللي يعتبر شال الماتش. بس هنشوف ايه اللي جاي ليه، لان بعد الماتش براين كيث وبيج بيل هجموا عليه، فهوك دخل ولحقه. فهل هيعملوا تيم ولا ايه اللي هيحصل؟ وحاجه كده على جنب، فبيج بيل ده مصارع اتطور جدا، وانا اتمنى اخد دفعه كمان. والماتش عامه ما فيهوش حاجه كبيره وياخد 4/10 مثلا. وبعد كده نطلع بالليفل ونخش على بدايه الضرب، وهو ماتش ام جي اف ومارك بريسكو. ماتش دبابيس وترابيزات. مارك بريسكو كده فتح كلام فض جردلين دبابيس في الحلبه عشان يزوقها ويجهزها للضرب. والماتش مدعكه وانا استمتعت بيه جدا. واللي عجبني في اول ماتش كان في حته صايعه كده، ان مارك بريسكو اللي ام جي اف شايفه غبي وعلى الله خالص عرف يصيع عليه ويدخله الحلبه برجليه. والماتش مليان سبوتات عنيفه، يعني ام جي اف هو اللي بدأ الاذيه لما عمل بودي سلام لبريسكو على الدبابيس، وبعد كده دعك دماغه في الدبابيس وفتح حاله، وبعد رجع الترابيزات تحت الحلبه عشان يستفز الجمهور. وبعدها السبوتات ورا بعض، قلب مسلم على الدبابيس، وبعدها ماكس يحط الدبابيس في بقه ويضربه، 2 باك بودي دروب على الدبابيس، وبعدها مارك يرد عليه بواحد وسباين باستر. ولما يطلعوا بره مارك بريسكو يكسر بيه ترابيزتين، باور بومب من مارك يرد عليه ماكس بتومبستون على كرسي معبي دبابيس. وفي النهايه بريسكو يعمل الفروجي بو على ترابيزه عليها دبابيس ماكس اللي حطها، وفروجي بو تانية وبعدها جي دريلر، ومارك بريسكو يكسب الماتش. مكسب بالنسبه لي كان غير متوقع، انا كنت فاكر ان ام جي اف ولا هيكسب، بس مفاجاه حلوه ومستحقه لبريسكو الاندر ريتد، وياخد حقه من ام جي اف اللي كان بيقلل منه طول العداوه. وانا عندي وجهه نظر كده، حاسس ان هي يمكن تحصل، ان بريسكو هيحصل له دفعه كده زي ميك فولي، يكسب الحزام لمده شهر ولا حاجه، فتره قليله كمفاجاه يعني، ويخسروا بعدها. بس عامه كتقييم للماتش فياخد 8.5. في الكواليس جيري لين كان بيحاول يصالح الاكليم ده على بعض، اللي مش عايزين يتصالحوا ويقولوا ان هو عمل ماتش تكتيم، واللي مش هيظهر فيهم هيتوقف. بعد كده ماتش الهيرت سينديكيت ضد ريكوشيه والجي او اي. الماتش في العادي بس بيهدي الريتم بعد ماتش الملحمه بين بريسكو وماكس. كان ممكن يبقى في عرض داينامايت او البري شو عادي، بس عامه الفرقتين بينهم عداوه كويسه، لان ريكوشيه رفضوا انضمامه للهيرت سينديكيت، وعشان الجي او اي لعبوا ضد السينديكيت على الاحزمه في عرض سبرينج بريك ثرو، وما عرفوش يكسبوا الاحزمه. هما كانوا السبب في خساره السينديكيت للاحزمه في فوربيدن دور. والماتش كويس في المتوسط يعني. التريو بتاع ريكوشيه والجيتس في اجني تريو كويس وموهوبين طبعا، كده كده ريكوشيه، بس انا بتكلم يعني ان جي او ايه معاه عاملين شغل كويس قوي. وعلى قد الوقت اللي خدوا في الماتش فهم عملوا اداء كويس، بالذات طبعا الاندر ريتد دائما شيلتون بنجامين، واللي كسبوا في النهايه هم ريكوشيه والشباب. والمكسب ده برضو كان مفاجئ بالنسبه لي، انا كنت متوقع ان السندكيت يكسبوا لان هم مسيطرين من ساعه ما ظهروا،
بس انا شايف ان ده مكسب كبير ومهم ليهم، لان هم عاملين شغل كويس ويستاهلوا فرصه اكبر من كده، ويمكن يكسبوا حزمه التريز ويعملوا بيها فتره كويسه، او ريكوشي يكسب حزام فردي اخيرا يعني في الشركه. بس ماتش ياخد 6 أو 6.5 في العادي يعني. وبعد كده مرسيدس مونيه كسبت ريهو في ماتش مش محتاج كلام كتير، هو ماتش كويس بس مفهوش كلام. فخلينا نخش على اللي بعده، وهو ماتشي المفضل في العرض ده، اوكادا تاكيشتا وماسكارا دورادا. الماتش ده قمه في المتعه، التلاتة أدوا فيه بشكل عالي قوي 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 قوي. ماسكارا دورادا ده AEW لازم تمضي معاه بأي شكل، تعمل بقى عقد مشترك مع CMLL، يستنوا عقد لما يخلص، هم لازم يمضوا معاه. الراجل مرعب، أداء عالي قوي، وكان لفترات هو المتحكم في رتم الماتش. تاكيشتا ايه ده يا جدعان؟ ده ايه الأداء ده؟ هو وأوكادا عملوا شوية سيكونسات حاجة قمة في الجمال، وهو ودورادا برضه يعني هو الماتش كله على بعضه جميل جدا. وانا منتظر الماتش والعداوه اللي هتبقى بين اوكادا وتاكيشتا، اللي اظن ان هي هتبقى في فاينل الكونتيننتال كلاسيك السنه دي. وانا لو فتحت كلام في الماتش ده بكل السبوتات اللي فيه مش هخلص. يعني في بريم باستر بره الحلبه، دبل هوركن رانا من فوق الكورنر، الجيرمان سوبلكس بتاع تاكيشتا على الاثنين، سيكونس التصديات بين اوكادا وتاكيشتا. بص، ماتش غير طبيعي، ماتش جميل جدا ولازم تتفرج عليه. ده زي ما قلت لك احلى ماتش بالنسبه لي، وبالنسبه لي ياخد 9 أو 9.5 كمان من 10. ومنتظر الماتش الفردي بين اوكادا وتاكيشتا. وخلينا نخش على اللي بعده، اللي هو داربي ألين وجون موكسلي في ماتش تابوت. الماتش ده برضو ماتش ملحمي وماتش جميل جدا. عنيف، عنيف، بس انت مستني ايه يا عم؟ الاتنين دول مقطعين بطايقهم، الاتنين دول مجانين. ده صباح الخير كده فتح كلام، داربي هجم عليه من وسط الجمهور وعمل له كوفن دروب من فوق. داربي يعض موكسلي من ودانه ويخليه يجيب دم، والاتنين دشملوا بعض في التوابيت. سواسيدا من داربي على موكسلي جوه تابوت، موكسلي يرميه على تابوت، ولما موكس يزنق داربي في كورنر، داربي يجيب شوكه مستخباها في الكورنر ويديله في ودانه وعلى دماغه، والنافوره تشتغل، ويعمل له الكوفن دروب على تابوت. وطبعا الشوكه مكمله معانا، وموكس يعمل له الديث رايدر على التابوت، وداربي يخنقه بماسوره لما يفلت من التابوت، وبراين يطلع شنطه فيها كيسه بلاستيك عشان يبان ايه اللي قاله لداربي في داينامايت، وداربي يخنقه بالكيس ويديله بالشريط في دماغه على طريق براين. ولما كان لسه هيحطه في التابوت، باك يظهر ويدمر داربي ويحطه في الشنطه اللي يحطوها في التابوت عشان موكسلي يكسب، والديث رايدرز ياخدوا التابوت معاهم وهم ماشيين. انا عن نفسي كنت عايز داربي يكسب عشان يكملوا القصه بتاعت انهيار الديث رايدرز وموكسلي، بس واضح ان لسه في كلام في القصه دي، وعداوه داربي لسه ما خلصتش، والماتش ياخد 8.5 من 10. وبعد كده الماتش الرباعي على الحزام النسائي. الماتش ده كويس، مش وحش، مش طويل، فما فيهوش كلام كتير، بس الحوار كله في المفاجاه بتاعت فوز كريس ستادلاندر بالحزام. دي مفاجاه كبيره جدا وغير متوقعه بالنسبه لي، وهي تستاهل لانها مصارعه ممتازه واندر ريتد، تستاهل المكسب ده. فالماتش بالنسبه لي ياخد 7 أو 7.5 على المفاجاه دي بس، لان هي بجد تستاهل، ونهايه غير متوقعه لفتره توني ستورم الاسطوريه بالحزام. وبعد كده ماتش السلالم الرباعي على حزمه التكتيم، بروديدو، الباكس، جيت سبيد والدونكاليس فاميلي، هيتشيسيرو وجوش الكسندر. والمتوقع ان بروديدو هم اللي هيكسبوا، وده اللي حصل. بس الماتش عامه حلو جدا، سبوت فيست، ده طبيعي يعني، ده ماتش سلالم المتوقع يعني. في سبوتات كتير حلوه، وكل اللي في الماتش قدوا، واللي عجبوني بالذات هم برودي كينج وهيتشيسيرو وكيفن نايت، بس كله أدى وكله عمل أداء جامد. والماتش ياخد 8 أو 8.5 من 10، ما يقلش عن كده. بس المهم هي عودة جاك بيري بعد الماتش، اللي هجم على الباكس زي ما كان متمهد له على قناتهم على اليوتيوب. ولما سيطر عليه في فيديو تعرض لبيري وهو بيرجع لوتشاسورس للحياة، ولوتشاسورس يرجع فعلا ويلحق جاك بيري ويرمي الحزام المكتوب عليه كيل سويتش للجمهور، وكده يرجع باسم لوتشاسورس. والجراسيك اكسبريس يرجعوا في لحظة لذيذة قوي. وكده طبعا فتحوا خط عداوة مع اليانج باكس. في الكواليس نلاقي داربي ألين يحط موكسلي في الكيس ويولع فيه عشان العداوة بينهم تولع وتكمل. واخيرا نروح للمين ايفنت، هانج مان ادم بيج ضد كايل فليتشر. يا جدعان بصوا، هو مفيش كلام يتقال، حتى لو انت عارف مين اللي هيكسب فانت لازم تتفرج على الماتش. وهي دي ميزة الإليت، ان كده كده حتى لو مفيش مفاجأة فانت هتتكيف مصارعة. ماتش عظيم عظيم عظيم، عجبني القصة اللي اتحكت فيه، وهي ان بالرغم من قلة خبرة فليتشر في المين ايفنت فهو كان عارف يسيطر ويمسك هو الماتش في الاول بالذات بسبب قوته وسرعته، بس نقص الخبرة ده اللي ضره في النهاية، وده كان عامل الفرق لهانج مان. وكان ماتش فيه شغل هيل وفيس جميل قوي، وهانج مان كان عارف يحارب ويرجع بالرغم من كل حركات فليتشر القوية. وكان فيه برضه تصديات عظيمة زي تصدي كايل فليتشر للمون سولت بتاع هانج مان، والاتنين كل واحد فيهم استعمل فينيشات خصومه زي الفي تريجر والبيج بريشر من هانج مان والهيدن بليم من كايل فليتشر. واللي عجبني كمان ان الماتش ده ما كانش فيه حرق فينيشات للفينيشات بتاعتهم، لان هانج مان لما عمل الباك شوت عملها مرة واحدة بس، وهي دي كانت النهاية بتاعت الماتش. فالماتش عظيم قوي،
وكايل فليتشر ده انا قلتها مره وهقولها تاني وتالت ورابع، الراجل ده نجم كبير قوي ومن ايفنتر جاي عشان ياكل الكل. فنصيحه اركب معاه قطر كايل فليتشر. فماتش عظيم فياخد 9 أو 9.5 من 10 كمان. وده كده اول اوت. هل كان في ماتشات كتير؟ بس العرض مليان ماتشات حلوه، واكيد واحد من احسن عروض السنه دي زي كل عروض الإليت طبعا. واللي عجبني كمان هو ترتيب الماتشات. انت بدأت بحاجه تحمس الجمهور وحطيت ماتشات الهارد كور بترتيب ما يخليكش تزهق منها، وبالترتيب الصح على حسب جرعه العنف. يعني بدأت بالاقل بعد كده الاعلى. يعني في الاول ماكس وبريسكو، وبعديه موكسلي وداربي، لان طبيعي ان موكسلي وداربي هيبقى الاعنف والاجن، وماتش السبوت فيست بعدهم. فلا، عرض عظيم عظيم عظيم، يعني ياخد 8 8.5 من 10 ان ما كانش 9 كمان. وبالنسبه بقى للبلوزه، فبروك ليزنر دمر سينا، يعني صباح العبث يعني كالاول كده. بخ مكمل في ان هو يبوظ جوله سينا الاعتزاليه. فانا والله في فتره سينا انا عندي سؤال غريب. يعني حد غيري شاكك ان بخ مثلا بيكره سينا، يعني عنده مشاكل معاه، عنده ضغينه معاه بسبب ما، عشان كده مبوظ الجوله الاعتزاليه بتاعته؟ انا عايز اعرف رايكم. وسينا فاضل له 5 ظهورات، فحقيقي مش عارف العبث ده هيروح فين تاني. وطبعا اخين برونسون وبرون ضد الاوسوس. فانا هقول على الماتش ده حاجه واحده: جي اوسو فتح دماغه لما ضرب برون بريكر بالكرسي، بس مفيش حاجه تانية تتقال. ماتش اتهرس مليون مره قبل كده، والاخين برونسون وبرون كسبوا، فما فيش كلام. كده كده ملوش لازمه. وبعد كده ماتشين حلوين: ماتش الحزام الحريمي وماتش سيث وبيكي وبانك وايجيلي، وكده كده تدس على ايجيلي وبيكي لينش، فقشطه شغال. المهم نخلص من عداوه بانك وسيث اللي مسخت وطولت قوي دي. وبعد كده درو ماكنتاير وكودي. درو بيتعامل معامله الزباله كالعاده، مفيش جديد وبيخسر. فاحنا هنستنى بقى لحد المنيا لما نشوف بقى كودي هيخسر الحزام لمين. فاستحمل انت بقى ايه ال7 شهور دول بقى بكودي، يعني استحمل بقى ال3 شهور اللي فاضلين في السنه دي، وال4 شهور بقى لحد المنيا. استحمل بقى، تعال على نفسك. تعمل ايه بقى؟ انت عايزهم يعني يعملوا مفاجاه ويخلوا كودي يخسر الحزام في عرض مش كبير يعني؟ فعامه البلوزه دي انا بالنسبه لي هي ما تاخدش 2 من 10 ولا 3 من 10. هي مش عايزه كلام، يعني اي كلام انا هقوله هيبقى تريقه بقى وضحك وعبس. انا بقى بشتغلك. ولو عايز تعرف انهي عرض فيهم اللي كسب، هو اكيد اول اوت، يعني مفيش مقارنه اصلا. وان اي حد يقول لك ان البلوزه كسبت فيعني ايه، ربنا يعينه على دماغه. ولو ما اتفرجتش على اول اوت اتفرج عليه، هتستمتع، هتتكيف مصارعه. وانا عايز اعرف رايك في العرضين، وانهي عرض فيهم عجبك اكتر، ومين فيهم كسب من وجهه نظرك. وما تنساش لو عجبك كلام ادي لايك ودي سبسكرايب وسيب رايك، اصدار محتوى ورايك في الفيديو. والسلام عليكم.